عدلي يحرز هدفا ويساهم في تأهل باير ليفركوزن إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بعد الانتصار على شتوتغارد في مباراة مثيرة. قبل المرور لمشاهدة هدف أمين عدلي، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يتوصل بكل جديد رياضي. تأهل باير ليفركوزن لنصف نهائي كأس ألمانيا عقب فوزه على ضيفه شتوتغارد في المباراة التي جمعتهما لحساب ربع نهائي المسابقة المحلية. وانتهى الشوط الأول الذي احتضنه ملعب باي أرينا بتقدم شتوتغارد بهدف دون مقابل، ونجح الدولي المغربي أمين عدلي في تعديل النتيجة لفريق ليفركوزن في الدقيقة 66 بعد دقيقتين فقط من دخوله كبديل في الدقيقة 64، ليضيف زميله طه هدف الفوز في الدقيقة 90.